عايزه اعمل شويه لبن مكثف علشان كنت عامله شويه وخلصوا، ولقيت فعلا ان اللي بيتعمل في البيت اوفر من الجاهز بكتير جدا جدا. وبصراحه بقينا بنستخدمه في كذا حاجه. من ساعه ما جربت اللي هو الايس سبانيش لاتيه، كنت جربته معاكم في فيديو قبل كده وعجبني بصراحه ادمنته. فده بيبقى محتاج على طول لبن مكثف. لو هطوع نفسي بقى واجيب الجاهز يعني هيبقى عايز ميزانيه من الاخر كده يعني. وبرده عندي بنتي بتحب جدا جدا تحطه على الكيكات، فهو بنستخدمه في حاجات كتير. واعرف ناس بتقول ان هما بيحبوا يعملوا بيه الشاي بلبن قوي. دي ما جربتهاش بقى لسه بصراحه، بس نسيت اجربها لان انا طبعا كده بحب اجرب يعني بيحطوا الشاي وبدل اللبن اللي هو الحليب بيحطوا مكانه لبن مكثف، وبيقولوا ان هو بيبقى طعمه حلو قوي. معرفش بقى هل دي حقيقه ولا لا، انتوا اكتبوا لي بقى كده لو حد فيكم فعلا جرب الطريقه دي. وهو ما بياخدش بقى وقت خالص، والمكونات بتاعته بسيطه جدا، والتكلفه يعني يمكن اقل من النص كمان من الجاهز. فعلى ايه لا نعمله في البيت ونوفر، طالما الحاجه احنا محتاجينها وينفع ان احنا نعملها في البيت ومش هتاخد مننا وقت ولا مجهود، يبقى نعملها في البيت ونوفر. فكل اللي انا عملته بصوا، حطيت هنا لبن بودره، وجبت كمان كيس سكر بودره جاهز، قلت عشان ما اطحنش في البيت لانه هيقعد معايا كتير جدا. يعني كيس سكر البودره ده هستخدمه مرات ومرات وبحاجات ياما بقى كمان يعني. فيعني قلت اوفر على نفسي بس خطوه ايه، ان انا اطحن السكر في البيت. ادي 1 2 3، هي نسبة وتناسب كده بين لبن البودرة والسكر البودرة. يعني انا مش بحبه يبقى مسكر قوي، فبحط سكر بقى على قد ايه ما انا عايزة بس كده. وبعد كده هحط هنا بقى ايه شوية مية سخنة عشان يتضرب بيهم بس مش كتير، واضربه بقى بالهاند بلندر واعبيه في برطمان واحطه في التلاجة لغاية لما يخلص. وبعد كده ارجع بقى اعمل ايه غيره تاني. يعني هو بيقعد في التلاجة كذا يوم مش بيحصل له حاجة. انا بقى كمان بحب احط معاه مكعب زبدة صغنون خالص زي ما انتوا شايفين قد كده. ده بيديله كده دسامة وبيبقى غني كده وطعمه حلو بصراحة يعني. بس ممكن نستغنى عنه عادي يعني، بيدي نفس النتيجة بس بيفرق في الدسامة يعني. هضربهم بقى بالهاند بلندر واعبيهم في برطمان. عايزاكم بقى تشوفولي الجمال والحلاوة اللي انا عملتها وتكتبولي تسلم ايدك. بصوا شوية اللي انا عملتهم عملولي برطمان قد ايه، اكبر من العلبه الجاهزه اللي احنا بنجيبها كمان. وكمان ما استخدمتش بقى يعني والله كل اللبن اهو، ده كان 8 كيلو لبن بودره. وطبعا السكر البودره كيلو اخدت منه حاجه لا تذكر اهو. ده بقى معاه يعني يقعد في التلاجة سنه قدام مش هيحصل له حاجه. افضل استخدمه في اللبن ده واستخدمه في حاجات تانية كمان كتير. ودول بقى برضو هيقعدوا معايا في التلاجة حبه حلوين. بس هو بصوا قوامه دلوقتي متوسط كده عشان هو لسه سخن. هيتحط في التلاجة شوية هيتقل ويبقى قوامه تقيل وبيبقى حلو قوي. ريحته فظيعة بجد، وزي ما قلت لكم بقى اوفر كتير جدا جدا. هحطه بقى دلوقتي في التلاجة شوية وهروح اعمل ايه، يعني اكيد بقى عرفت خلاص. هروح اعمل ايس سبانيش لاتيه علشان خاطر يعني كان نفسي فيه وما كانش عندي اللبن، فقلت اجهز اللبن الاول واحطه في التلاجة شوية عشان اروح بعد كده اعمل الايس سبانيش لاتيه.